الكنافة البابلز، حاجة كده كيوتة كده صغننة على قد البق كده، سهلة في الأكل وإن شاء الله سهلة كمان في تحضيرها. تعالوا نشوف طريقتها. أول حاجة طالما هنعمل الكنافة يبقى عاوزين الشربات يكون تقيل وبارد. كوبايتين من السكر، عليها كوباية من المية وعصرة ليمونة، مش بنقلب خالص ونحطهم على النار. هنعد 10 دقايق من بعد الغليان، هنطفي عليه ونسيبه يبرد. الكنافة دي كانت مجمدة نص كيلو، فرفتها كده وهحط عليها نص كوباية من السكر البودرة واقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده عندي المعلقة المعيارية، انتي بقى على حسب الحجم، عايزة المعلقة الصغيرة عايزة المعلقة الكبيرة براحتك. انا استخدمت المعلقة اللي هي الكبيرة. هضغط بقى الكنافة جواها، انا محطتش سمنة، انا هحط السمنة بعدين. هضغط الكنافة جامد جدا بايديا كويس جدا، عايزاها تطلع ناعمة معاكي، بضغط عليها بتخرج معايا بكل سهولة. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة وهدخلهم الفرن، يكون درجة حرارة متوسطة ساخن مسبقا، الرف الأوسط. 10 دقايق بس لغاية بس ما تتشمع بس وتاخد بس تشميعة. هروح بعد كده احطلها بقى الايه، السمنة مسيحاها، ولازم بقى ايه اشربها سمنة بعد كويس كده جدا. برجعها الفرن تاني، بتكمل التسوية بتاعتها لغاية ما تاخد اللون الحلو ده من تحت ومن فوق. على طول بالشربات بتاعنا اللي احنا كنا عملناه كان برد، على طول بنزل على طول على الكنافة بالشربات، بشربها واسيبها بقى ايه تبرد خالص. انا هعمل كريمة، انا عاملة كمية كبيرة، تقدر ان انتي تقللي الكمية. كوباية من اللبن المتلج وعليهم السكر، هدوبهم مع بعض الاول، وبعد كده هحط الكريم شانتيه، هحط نص كوباية من الكريم شانتيه وهضربهم مع بعض لغاية ما القوام بتاعها يبدأ يتماسك ويتقل. هحط لها كمان الكريم باستري ربع كوباية، هضربهم مع بعض كويس جدا لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. تقدري تضيفي بقى قشطة او كريمة لباني براحتك جدا، بتدي طعم حلو وبتخليها غنية جدا. كده الكريمة عندي جاهزة، هبدأ ان انا اشكل بقى الكنافة بتاعتي. بضغط كده يعني بديها شكل كده صغنن كده على قدها، وكده تبقى جاهزة انها تتاكل بالشكل ده. لو حابة ان انت تضيفي نوتيلا تضيفي اي حاجة، هي كده جاهزة معاكي لأي حاجة انت عاوزاها. سهلة وبسيطة وكيوتة قوي على قد البق، هتعجبك قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تدعموني بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.